حساب ولا عذاب. يأتي رجل قادما من اليمن إلى مكة، يأتي حاملا أمه على ظهره، ويبدأ هذا الرجل بالطواف حول الكعبة. انظر يا رعاك الله إلى بعد المسافات، انظر إلى وعتاء السفر، انظر إلى طول الطريق من اليمن إلى مكة. ليس الأمر في السفر، بل إن الرجل أتى مكة من اليمن حاملا أمه على ظهره، وبدأ يطوف بها. فلما انتهى جاء إلى ابن عمر قال: يا ابن عمر، هل تراني قد وفيت حقها؟ هل هناك بر أعظم من ذلك؟ هل تراني قد وفيت حقها يا ابن عمر؟ قال: لا والله، لا والله، ولا بزفرة من زفراتها، ولا بطلقة من طلقاتها. والله لو بقي الإنسان طوال حياته بارا بأمه ما قدم لأمه زفرة من زفراتها، وما أوفى أمه طلقة من طلقاتها. إن الوفاء قد يرد لصاحب، إن الوفاء قد يرد لعابر طريق، إن الوفاء قد يرد لقريب، إن الوفاء قد يرد لجار، لكن الوفاء الذي أعجز أنا وأنت على أن نرده هو وفاؤنا لأمهاتنا. هذا وفاء لا يستطيع رجل في الكون أن يرده لوالدته. قال موسى عليه السلام: يا رب أرني رفيقي في الجنة. يريد موسى عليه السلام أن يرى رفيقه في الجنة، فقال الله سبحانه وتعالى: هذا رفيقك في الجنة، وأشار إليه أن اتبعه، فتبعه موسى عليه السلام. فدخل هذا الرجل إلى بيت امرأة عجوز، وبدأ يرتب لها بيتها وينظفه ويكنسه ويغسل من الطعام ويطبخ لها من الطعام. فلما انتهى قبل رأسها ثم غادر. تبعه موسى قال: يا رجل، من هذه التي كانت في البيت؟ قال: إنها أمي. قال: أمك؟ قال: أمي. قال: وماذا تدعو لك أمك؟ قال: أمي لا تدعو لي إلا دعاء، إلا دعاء. قال: وما هذا الدعاء؟ قال: لا تقل لي كلما خرجت من منزلها إلا اللهم اجعل ابني رفيق موسى في الجنة، اللهم اجعل ابني رفيق موسى في الجنة. فقال له موسى: أبشر، هذا موسى بن عمران رفيقك في الجنة. إنها الدعوة التي لا ترد، دعوة الأم، دعوة الوالدين،
دعوة لا يردها الله، سواء كانت هذه الدعوة هي لابن بار أو ابن عاق. فلو أن الوالد دعا على ابنه العاق استجاب الله، ولو أن الوالدة دعت لابنها البار دعوة فتحت لها أبواب السماء. أما ترى الذين وفقوا في الحياة اسألهم ما وفقوا إلا بدعوة انظر للذين فتح الله عليهم بركات السماوات والأرض، ما فتحت لهم بركات السماوات والأرض إلا لأن هناك في البيت راضية، أو لأن رحلت من الدنيا وهي راضية. وانظر للذين تعثرت أمورهم، انظر للذين خربت تجارتهم، انظر للذين كان بعضهم يعد المال تلو المال والآن يمد يده في الشوارع لأنه أصابته دعوة لأنه عقها، لأنه رفع صوته عليها، لأنها كانت وفية له في الصبا. فلما كبر وتزوج وإذا به يفضل زوجته على أمه. وبعض الرجال لا يزور أمه إلا في الشهر مرة، وربما في الأعياد، وربما إذا صار له أولاد ينسى أن يكلم أمه بالأصابع. أنت تنسى لكن هي لا تنسى، أنت تنسى لكن أمك لا تنسى. بعضنا والله ربما يأتي بالراتب آخر الشهر ويأتي بالهدايا لأولاده ويأتي لزوجته بالهدايا وأمه مسكينة في البيت. والله لو امتلكت الراتب كله اجعله في حجر أمك تأخذ منه ما شاءت. الزوجة تعوض، الأخ يعوض، الجار يعوض، القريب يعوض، لكن الوحيدة التي لا تعوض في الحياة هي الأم. لهذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمك. حتى متى؟ قال ثم من؟ قال أمك. هي درجات ثلاث يؤهلنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعلم في الحياة أن قيمتنا بقيمة برنا لأمهاتنا، وأن قيمتنا في الحياة ببرنا لآبائنا. الواحد منا يكبر ويصبح مثقف ويحمل شهادة دكتوراه، ربما حتى يأخذ شهادة دكتوراه في الأخلاق، وتجده في المجالس يتكلم بلباقة والكل يسمع له ويتكلم بلسان طليق، لكنه عاق لأبيه وعاق لأمه. والله لو حفظ الإنسان القرآن لن ينفعه حفظه للقرآن وهو عاق لأمه. والله لو أن الواحد منا حفظ القرآن عن ظهر قلب وهو عاق لوالديه والله لن ينفعه حفظه عند الله. يأتي الرجل ليفتي في المجالس وهو لا يعرف أبوه، يفتي في المجالس والناس تشير عليه بالبنان. بعضنا يوزع البسمات على القريب والصاحب، وربما يوزع البسمات على زوجته وعلى الناس في الطرقات، وأمه تحلم ببسمة منه. يشتري الهدايا ويدفع الأموال في المطاعم على العزائم هنا وهناك، وربما لا يتذكر أمه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما وقال آمين ثم آمين ثم آمين. قالوا يا رسول الله قلت آمين ثلاثا؟ قال جاءني جبريل فقال يا محمد رغم أنف عبد، أي مرغ أنفه في الوحل
أي مرغ أنفه في الذل، أي مرغ أنفه في التراب. من أدرك أبويه كلاهما أو إحداهما عند الكبر فلم يدخل بهما الجنة. أدرك أبويه كلاهما أو إحداهما فلم يدخل بهما الجنة. انظر معي، من الذي يدعو؟ جبريل. ومن الذي يؤمن؟ رسول الله. الأمر ليس هينا. إلى الذين عقوا أمهاتهم، إلى الذين لا يعرفون أمهاتهم إلا بالمناسبات، إلا الذين فضلوا أزواجهم وأولادهم على أمهاتهم. جبريل يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن. بل إن العقوبة التي تعجل للعبد في الدنيا قبل الآخرة عقوق الوالدين. عقوق الوالدين الذنب الذي يعجل الله عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. فوالله سترى الحصاد في الدنيا قبل الآخرة. وانظر لسعادتك مربوطة بإسعاد أمك، وانظر لتعاستك مربوطة بإتعاسك لأمك وبحزن أمك في البيت. أيها الأحبة الأكارم، إن الحديث عن بر الوالدين يطول ويطول، وقصدت الحديث عن بر الوالدين بعد مضي عيد الأضحى لأن الأمر مهم، لأننا خرجنا من عند أمهاتنا. قصدت الحديث عن بر الوالدين بعد عيد الأضحى لأننا خرجنا من عند أمهاتنا. لكن السؤال متى نعود؟ لكن السؤال متى سنعود إلى الباب الذي قرعناه؟ وأقول والله لا يعرف قيمة الأم إلا من فقدها. والله لو بلغ الرجل 70 عاما، والله لو بلغ الرجل 80 عاما، فهو لا يتمنى إلا أن تعود أمه. والله لو بلغ الرجل 80 عاما ليس له أمنية في الحياة إلا أن تعود أمه. واسألوا كبار السن، واسألوا الأيتام، واسألوا من فقد أمه. الرجل يظل شابا قويا، لكن إذا ماتت أمه كبر فجأة، وشاب رأسه شعر رأسه فجأة. قد ترى رجل في مقتبل العمر لكنه كبر سريعا. كبر لماذا؟ كبر بموت أمه. والله تظلم البيوت علينا ولو استنيرت بموت أمهاتنا، وتقل البركة في بيوتنا ولو كانت الأرزاق متدفقة. ووالله بموت أمهاتنا تضيق علينا البيوت ولو اتسعت علينا. ماتت التي كنا نكرمك من أجلها. عندما تموت الأم ينادي مناد من السماء: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها. يا أحباب، اسمع إلى هذه الكلمات: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، أي أنا وأنت نكرم من السماء في الدنيا ببركة أمهاتنا. والله ليس بشطارتنا، والله ليس بشهادات تخرجنا، والله ليس بأموالنا، والله لا نكرم في الحياة إلا ببركة وجود أمهاتنا. ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل عملا نكرمك من أجله.
أبو هريرة رضي الله عنه كان يدخل على أمه كل يوم. اسمع إلى البر، اسمع إلى نماذج البر. البعض يقول أمه عند أخوه، يقال له أين برك بأمك؟ قال أمي عند إخواني، أمي عند أخي يحافظ عليها. سبحان الله، تريد لأخوك أن يدخل الجنة ولا تريد لنفسك أنت أن تدخل الجنة. لا تريد لنفسك أنت أن تدخل الجنة. كلما مر على أمه أبو هريرة كل صباح قال السلام عليك يا أماه، رحمك الله كما ربيتيني وأنا صغير. وهي تقول وعليك السلام يا أبا هريرة، رحمك الله كما بررتني وأنا كبيرة. بل بعضهم كان يأكل مع أمه، كان لا يأكل مع أمه في صحن واحد. يسأل عن ذلك، لماذا لا تأكل مع أمك في صحن واحد؟ فيقول أخشى أن تنظر أمي إلى طعام فتشتهيه فتسبق يدي نظر أمي. هذا هو البر. بل بعضهم لم يسكن من الصالحين، لم يسكن في طابق أعلى من طابق والديه، فلما سئل عن ذلك قال أخشى أن أسكن وأن يكون درجتي في مكان أعلى من أبوي. لو جاءوا هؤلاء اليوم دفعة واحدة ونظروا إلى جيل هذا اليوم، نظروا إلى جيل هذا اليوم، العبادة الوحيدة التي قرنت بعقيدة التوحيد هي بر الوالدين، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما قرنت عبادة بواو العطفية إلا بر الوالدين. واليوم كم نسمع من القصص، اليوم كم نسمع من الآلام، اليوم كم نسمع من الآباء وهم يأتون إلينا كخطباء وكدعاء وهم يشكون أبناءهم. نريد لهذا الجيل أن يعرف قيمة الوالد، نريد لهذا الجيل أن يعرف قيمة الوالدين، وأن يعرف الولد والرجل والشاب أنه لن يوفق في الحياة إلا برضا والديه. والله لن ينفعك صاحب ولن ينفعك قريب. ربما الأصدقاء الذين تضيع أوقاتك معهم، الواحد اليوم منا لو يفكر كم يضع وقت للشغل، كم يضع وقت للوظيفة، كم يضع وقت للزوجة، كم يضع وقت للأبناء، كم الواحد منا يضع وقت للأصدقاء وللونسة. مقابل هذا كله كم من الأوقات نضعها لأمهاتنا. بل بعض الشباب حتى الوقت الذي يجلس فيه مع أمه يجلس على الجوال. أمه طول اليوم تنتظر به ليعود إلى البيت كي تراه وهو جالس مع أمه على الجوال ينظر إلى الجوال. اليوم بركة أرزاقنا في البيوت قلت بسبب عقوقنا لآبائنا ولأمهاتنا. حتى لما سئل أحد الصالحين أيتعارك الرجل مع أبويه؟ قال لا يتعارك الرجل حتى مع حذاء أبويه. لا يتعارك الرجل حتى مع حذاء أبوه. ولهذا أيها الأحبة الأكارم، لما ماتت أم أحدهم ماذا قال؟ قال انتقلت رحمة الله إلى رحمة الله، انتقلت رحمة الله إلى رحمة الله. لذلك أيها الأحبة الأكارم، البر قبل فوات الأوان. ورسالتي أدفعها بنقطتين وأختم هذه الخطبة. رسالتي الأولى
لمن كانت أمه على قيد الحياة: أدرك قدم أمك فتم الجنة. أسألك بالله، إذا كانت أمك ما زالت على قيد الحياة، عد إليها، عد إليها وقبل قدميها وقبل يديها. لما ماتت أم أحد السلف بكى، قالوا: لماذا تبكي؟ قال: باب من أبواب الجنة أغلق، ألا تريدونني أن أبكي؟ باب من أبواب الجنة أغلق عني، ألا تريدون مني أن أبكي؟ فإذا كانت أمك على قيد الحياة، سألتك بالله: عد ومعك الحب، عد ومعك الحنين، واعلم أنهم كلهم، كل من حولك عند الضيق سيذهبون عنك، إلا أمك ستبقى تنتظرك مهما طال الزمن. والله لو طال الزمن ستنتظرك. انظروا إلى الذين اغتربوا عن بلادهم 20 سنة، تغير عنهم الناس، تغير عنهم الأقارب، خانهم الأحباب والصحاب. لما عادوا إلى بلادهم وعادوا إلى أوطانهم، من الذي كان ينتظرهم؟ صاحب؟ قريب؟ كلهم نسوهم. مع الأيام الناس ينسوك، لكنهم لما عادوا لم يجدوا إلا الوحيدة المسكينة التي ظلت على حافة الباب ترقب ذكرياتك وأنت في الصبا، وأنت على حضنها. كبرت يوما بعد يوم وأنت أمامها، تكبر أمامها، تصنع أمامها. فلما كبرت ذهبت هنا وهناك وظلت واقفة. أمهاتنا ماذا يريدون منا؟ مال؟ لا والله. يريدون منا رزق؟ لا والله. والله إن الوحيدة التي تتمنى لو دفعت بروحها من أجلك هي أمك، والذي يتمنى لو كنت أحسن منه. الولد حتى لو كبر يتزوج وينساك، القريب الصعب كلهم إلا أمك. فوصيتي: عد إلى أمك، لن تجد غيرها، ولن يصحبك إلى باب الجنة إلا أن تكون عند قدميها. وأما رسالتي الأخيرة إلى من ماتت أمه، أقول لم ينتهي البر، بل إن أعظم البر في ديننا هو بر آبائنا وأمهاتنا بعد رحيلهم من الدنيا. فلو رحل الوالد والوالدة، برك الآن بهما أعظم من برك بهما وهم أحياء. ماذا قال الله؟ قال الله: كيف أعذب عبدي تحت الأرض وولده يدعو له فوق الأرض. اسمع إلى الكلمات: أعذب عبدي تحت الأرض وولده يدعو له فوق الأرض. فلا تنسوهم من الدعاء، لا تنسوهم من الصدقة. والله بعض الرجال ربما في زماننا لا يعرف أين قبر أمه أو قبر أبيه. مع الزمان نسي وين يقع قبر أمه في المقبرة، نسي وين يقع قبر أبوه في المقبرة. يا أحبة، ماتت أم النبي وهي مشركة، والنبي صلى الله عليه وسلم زارها مشركة، والنبي زارها. لما مر على مقابر الأبواء استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور أمه. قال النبي: استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته أن أدعو لها فنهاني. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند قبر أمه والذي لم يراها النبي،
لكنها العاطفة الجياشة، لكنه الحنين. فجلس النبي عند قبر أمه يبكي حتى بلت لحيته صلى الله عليه وسلم. نعم، الوالدة في المقابر يستأنسون بنا، يستأنسون بدعائنا. فاذهب إلى المقبرة كل أسبوع، كل أسبوعين، كل شهر اذهب. الوالد يستأنس في القبر بدعائك، يستأنس الوالدة، تستأنس الوالدة بحديثك. فمصيبة أن نهجرهم في الدنيا وننساهم حتى بعد رحيلهم. أسأل الله جل في علاه أن يجعل أمهاتنا وآباؤنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا سابقة حساب.